بيبتدي فيلمنا في حلبة قتال غير شرعية وبتكون على مراهنات وفلوس كتير، وبنشوف مقاتل اسمه فورد وهو ماسك خصمه وعمال يضرب فيه باستهزاء وبيكسبه بكل سهولة، وبنعرف ان فورد مقاتل قوي وده سادس مباراة يكسبها على التوالي. وهنا بيدخل مقاتل اسمه دالتون وبيتحدى فورد، لكن اول ما فورد بيشوفه بيتعصب كأنه شاف عفريت وقال للحكم انا منسحب، رغم انه هيخسر فلوسه طبقا لقواعد القتال. وبعدها بيخرج من الحلبة وبنشوف دالتون هو اللي بياخد فلوس الرهان وبيخرج من المكان، ولكن واحد من الجمهور بيطلع وراه وبيقول له انا خسرت الفلوس بسببك، وبيطعنه بالسكينة في جنبه. وراجل اتصدم لما دالتون ما عملش ردة فعل وفضل باصص ليه فخاف وهرب. بعدها بيروح ناحية عربيته والسكينة لسه في جنبه عشان يعالج الجرح في هدوء. وهنا بتجيله واحدة اسمها فرانكي وبتعرفه انها شافته في الحلبة وانها فاتحة في مدينة تانية اسمها جلاسكي بار ومطعم، والدنيا كانت كويسة جدا، لكن الفترة الأخيرة بقت تحصل خناقات كتير وبيحصل تخريب في المكان، عشان كده كانت جاية تتفق مع فورد عشان يبقى جارد للمكان. ولكن بعد اللي شافته في الحلبة عرضت على دالتون يبقى هو الجارد مقابل $5000 في الأسبوع، لكن دالتون ما كانش مهتم بالعرض. وهنا كتبت رقمها على ورقة وقالت له كلمني لو غيرت رأيك. وبعدها بيمشي وبنعرف ان دالتون ما عندهوش بيت وبينام في عربيته. بعدها الشرطة بتجيله وبتخليه يمشي من المكان، وبيفضل سايق طول الليل ومش لاقي مكان يروحه، لدرجة انه كان واقف على شريط القطر ومش منتبه ولا فارق معاه. وقبل ما القطر يخبطه حرك العربية بسرعة ولحق نفسه في آخر لحظة. وهنا دالتون بعد الصدمة دي قرر انه يجرب عرض فرانكي، يمكن تبقى فرصة كويسة. وفعلا بيروح لمدينة جلاسكي، واول ما بيوصل بيشوف بنت اسمها تشارلي شغالة في محل كتب بتيجي تتعرف عليه، وبتدي له كتاب عن معالم المدينة، وبدأ يتكلم معاها وكانت ظريفة جدا. وعرفته على ابوها ستيف اللي سأله عن مكان البار، فعرفه انه قريب منهم وسابهم ومشي. بعدها بيوصل للبار وطلب قهوة، وهنا فرانكي بصت عليه من فوق وكأنها كانت متأكدة انه هيجي. ودالتون لما بيشوف هدوء المكان بيستغرب ان بيحصل فيه خناقات اصلا، لكن لما بيجي الليل بيوصل عصابة راكبة موتوسيكلات وقائدهم اسمه ديل، واول ما بيدخل البار بيفضل يكسر فيه ويضايق الزباين. وفرانكي مستنية تشوف دالتون هيتصرف ازاي. بعدها بيلي اللي شغال في المكان راح عشان يمنعه، فديل قال له ابعد والا هضربك تاني. وهنا دالتون اتدخل وطلب من ديل يسيب المكان، لكن استهزأ بيه. فدالتون سأله اذا كان الموتوسيكلات اللي بره بتاعتهم، وبعدها سابهم وخرج. فراحوا وراه عشان يشوفوا هيعمل ايه، ودالتون طبعا كان بيستدرجهم بره عشان المكان ما يبهدلش. وسأل ديل اذا كان عنده تأمين طبي، لكن ديل قال له التأمين ده انت اللي هتحتاجه. ولسه هيهجم عليه، دالتون بسرعة ضربه هو واللي معاه من غير ما يلمسوه حتى، وعلمهم الادب، والكل كان بيتفرج وهو مبسوط. والغريب هنا ان دالتون اخدهم بعدها بالعربية للمستشفى عشان يعالج الكسور. وهنا قابلته الممرضة إيلي واللي كانت متضايقة لان فيه ناس اولى بالرعاية من رجال العصابات، وعرفته انها ممكن تبلغ الشرطة، لكن دالتون قال لها ان الشرطة ما بيهمهاش الناس اللي زي ديل واصحابه. ولما الجرح بتاع دالتون اللي في جنبه نزف تاني، إيلي اخدته عشان تعالجه، وعرفت منه انه جديد في المدينة. والغريب هنا انه هو وخارج كان فيه ناس بتراقبه. بعدها رجع للبار، وهنا فرانكي اطمنت عليه وقالت له على فندق قريب ممكن يبات فيه، ولكن كلمها على اعلان كان شافه عن بيع مركب صغير على البحر، فعرفته ان المركب بتاعها هو والبار، وورثتهم عن ابوها، ولكن حذرته من التماسيح اللي في البحر. بعدها راح للمركب، ولكن وهو نايم حلم بانه في حلبة MMA وسط آلاف المشجعين، وبنعرف هنا انه كان ملاكم قوي. بعدها عدى على تشارلي في المكتبة قبل ما يروح للبار، وبعدها المشاب بيتنقل بينا لمركب في نص البحر وفيها شاب اسمه بين براندت، واضح عليه انه غني. والمفاجأة انه كان بيتكلم مع 2 من اللي ضربهم دالتون في البار، وكان غضبان منهم لانهم فشلوا انهم يزهقوا فرانكي ويخلوها تسيب المنطقة، وواضح انه ليه مصلحة كبيرة في انه يستولى على البار. وفي الوقت ده دالتون كان في البار، ف2 من الموجودين اتخانقوا مع الفرقة الموسيقية وكمان بدأوا يضربوا بعض. فدالتون عرف بيلي اللي معاه في المكان ان اللي لابس قميص احمر معاه سكينة، وقال له روح اتعامل معاهم، ولو طلع السكينة ارجع لورا خطوة واضربه بسرعة. وفعلا بيلي راح عشان يهديهم، فاللي معاه السكينة لسه هيضربه، فبيلي نفذ كلام دالتون وفعلا قدر يضربه. وقبل ما التاني يتدخل دالتون بسرعة مسكه وكسر له صوابعه. بعدها بيلي اخدهم بره وكان مبسوط جدا انه بدأ يتعلم من دالتون. وتاني يوم بيروح دالتون لواحد اسمه ريف شغال في محل قريب من البار، ولما دالتون بص على الاثار اللي في ايديه بيعرف انه كان ملاكم، وبيطلب منه يجي يشتغل في البار ويساعد بيلي في طرد الناس اللي بتعمل مشاكل. ومن وقتها الاتنين بقوا يطردوا الناس اللي بتعمل خناقات بكل سهولة، وطبعا كل ده بتوجيهات دالتون، والوضع بقى تحت السيطرة. وبالليل دالتون بيشوف ديل وعصابته بيراقبوا المكان من بعيد وشوية وبيمشوا، وبيعرف انهم ناويين على الشر. واخر الليل بيرجع للمركب وينام، ورجع تاني يحلم بايام زمان وهو في مباراة ملاكمة على بطولة العالم، ولكن بيصحى مفزوع. وبعدها بيروح يفطر في مكان، وهناك بيقابل بالصدفة الممرضة إيلي، فبيعزمها تقعد معاه وبيسألها ليه الناس هنا عدوانيين. فعرفته انه لسه جديد هنا، وحذرته انه لازم ياخد باله من البلطجية اللي اتخانق معاهم عشان مش هيسيبوه في حاله بعد اللي عمله. فطمنها وكملوا كلامهم. وبعد كده بنشوف دالتون بعد ما خلص شغله في البار بالليل وفي طريقه للمركب،
فجأة بيلاقي عربية جاية بسرعة بتحاول تخبطه، ولكن بيبعد عنها في آخر لحظة، فبترجع العربية بسرعة بظهرها. فدالتون نط في شنطة العربية، ولكن بسبب السرعة اتدحرجت من على الجسر فوقع في البحر، واللي خبطوه طبعا كانوا خرجوا منها. بعدها خرج وراح للمركب، لكن بيتفاجئ ان ديل مستنيه ورافع عليه السلاح وبيقول له انت شكلك ب7 أرواح. وقبل ما يكمل كلامه دالتون بيزق عليه الترابيزة برجله وبدأ يضربه. بعدها حدفه من المركب في المية، وهنا ديل مسك الحبل المربوط في المركب ودالتون كان لسه هيسحبه. فجأة تمساح ظهر وهجم على ديل، فدالتون حاول ينقذه بسرعة لكن كان فات الأوان والتمساح سحبه لتحت. بعدها بيوم دالتون كان عند تشارلي في المكتبة، وهو خارج حد قابله ومعاه سلاح وبيقول له انه رئيسه بين براندت عايزه في حاجة مهمة، وبين يبقى نفس الشخص اللي كان مشغل ديل. ولكن دالتون بيكسر صوابعه وبيخليه ما يعرفش يستخدم السلاح. ولما زميله بيجي دالتون بيعرفه ان لو رئيسهم عايز منه حاجة يجي يقابله في البار. بعدها الشخص ده بيروح لبراندت اللي كان غضبان جدا من اللي حصل، لان المشروع الكبير اللي بيحلم يعمله مش هيتنفذ غير لما يهد البار وياخد كل المنطقة اللي حواليه. بعدها بيتنقل بينا المشهد لشخص اسمه نوكس، ويبقى ملاكم سابق وشغلته هي تنفيذ المهام القذرة. وهنا بيجي له اتصال من السجن، وبيبقى من والد براندت المسجون في قضية مخدرات كبيرة، وبيقول له انه ابنه فشل في مهمته وعايزك تساعده. وفي الوقت ده إليه بتروح لدالتون اللي كان معجب بالمركب بتاعها. بعدها اخدته في جولة في البحر وقعدوا مع بعض، فسألها اذا كانت تعرف حد اسمه براندت، فعرفته انه من عيلة كبيرة هنا واجداده هم اللي بنوا معظم مدينة جلاسكي. وهنا دالتون فهم ليه هو عايز يخلص منه، لان هو اللي بيحمي البار اللي عايز يستولى عليه. بعدها بنشوف نوكس ساق على الطريق زي المجنون ورايح لبيت براندت ودخله بكل عجرفة. بعدها وصل براندت اللي ما كانش عارف هو مين، لكن نوكس عرفه انه مبعوث من ابوه عشان يحل المشكلة اللي مش عارف يحلها ويخلص على الحارس اللي عامل له ازمة. وهنا براندت عرفه انه مش هينفع يقتله بكل سهولة وسط الناس، وطلب منه يسيب له اخر فرصة يحلها بطريقته وبعد كده يتصرف هو. في الوقت ده إليه بترجع دالتون للمركب اللي عايش فيه. بعدها بيلاقي 2 ضباط بيجوا له وبيطلبوا منه يروح معاهم علشان رئيس الشرطة عايز يتكلم معاه، فبيروح معاهم وإليه بتشوف الضباط معاه قبل ما تمشي. بعدها ديك رئيس الشرطة بيقابل دالتون وبيقول له انه غريب ما يعرفش حاجة، وبيعرفه انه شغال مع ابو براندت، وبينصحه انه يمشي من المدينة وما يرجعش تاني ابدا. لكن دالتون رفض باستهزاء وقال له انت مش صديقي عشان اخد منك نصيحة. فديك قال له كده هضطر اوريك الوش التاني، لكن دالتون ضحك وما اتكلمش. وهنا ديك شاور للضباط فخرجوا من العربية وضربوه، وديك طلع مسدسه عشان يهدده. وهنا إيلي ظهرت فجأة، واول ما ديك بيشوفها بيبعد المسدس. بعدها إيلي زعقت له واخدت دالتون ومشيت. بعدها إيلي بيتعرفوا ان ديك يبقى ابوها، ولكنها دايما بتتخانق معاه بسبب الصفقات المشبوهة مع عائلة براندت، وبتنصحه انه يمشي من المدينة عشان يحمي نفسه. على الناحية التانية 2 من رجالة براندت بيروحوا لمحل الكتب بتاع تشارلي ومعاهم بنزين وناويين يولعوا فيه عشان يضايقوا دالتون، لانهم عارفين انه بيحب يروح هناك كتير. بعدها بشوية دالتون راح للبار، وهناك براندت كان مستنيه بنفسه وبدأ يتكلم معاه ويستفزه. وفجأة براندت طلع موبايله وشغل فيديو لدالتون وهو في احد المباريات لما كان ملاكم. وفي الفيديو دالتون ضرب خصمه بقوة وقدر يفوز عليه، بس ما سكتش وكمل ضرب فيه، والشخص ده مات بعدها بايام قليلة. وهنا بنعرف ليه دالتون ساب اللعبة، لانه لما بيغضب بيكون زي المجنون وما بيقدرش يسيطر على اعصابه. بعدها براندت سابه وخرج، وكان معاه براه نوكس المجنون وكمان رجالته. وهنا نوكس اخدهم ودخل البار وبدأ يكسر في المكان ويتخانق مع كل الناس. ولما جه بيلي وريف اللي شغالين في البار يمنعوه، نوكس ضربهم بسهولة والمكان اتقلب لفوضى والكل بدأ يضرب بعضه. بعدها دالتون قام وراح لنوكس اللي شافه بعض الأول مرة، وبدأ نوكس يستفز فيه وفجأة هجم عليه. وهنا قامت بينهم معركة قوية، ونوكس مع انه مجنون لكنه كان مقاتل MMA شرس وبيحب يفوز بأي طريقة. ودالتون واجهه بكل قوة وفضلوا يضربوا بعض لغاية ما الاتنين جابوا آخرهم ووصلوا خارج البار. والغريب ان دالتون قرر ما يكملش. وفي الوقت ده وصلت إيلي من المستشفى ومعاها الشرطة، لكن دالتون ما ردش عليها ومشي من المكان. وبعد ما وصل للمركب جهز شنطته عشان يسيب المدينة كلها، لكن في الوقت ده فرانكي راحت له وحاولت تقنعه انه يكمل معاها لكنه رفض. فسألته معقول انت خايف للدرجة دي؟ فقال لها انت مش هتفهمي انا خايف ليه، وسابها ومشي. وهو في طريقه عشان يركب الاتوبيس من المحطة وبيبص على مكتبة تشارلي لقى جنبها عربية اطفاء، فراح وشاف المكان اتحرق وعرف وقتها ان تشارلي وابوها في المستشفى. وفي اللحظة دي دالتون قرر انه مش هيسيب المدينة. بعدها راح لبيت براندت، واول ما دخل مساعد براندت ودراعه اليمين قال لي دالتون وصلت لك الرسالة ولا لسه؟ وهنا يقصد حريق المكتبة. فدالتون سأله اذا كان هو صاحب الفكرة، فقال له فكرتي، واستفزه اكتر وقال له بس البنت دي عنيدة زيك. وهنا دالتون ضحك وقال له انا كنت خلاص همشي ولسه الشخص ده هيضربه بالسكينة. دالتون بسرعة تفاداها وضربه بقوة في رقبته وكسر حلقه، والراجل ما كانش عارف يتنفس ووقع في البسين. فدالتون قال له لسه كان حد بيسألني اذا كنت خايف، وفعلا انا خايف من ردة فعلي لو حد خلاني اغضب زي ما انت عملت. وفي لحظتها الشخص ده مات من عدم التنفس. بعدها اخده وحطه في العربية، وبعدها شاف واحد تبع براندت اللي كان خايف جدا
بعد ما دالتون قتل زميله. ولما سأله عن مكان براندت قال له انه ما يعرفش كل حاجة عنهم، لكن سمع ان رجالة براندت هيتقابلوا بكرة الساعة 5 الصبح في مكان اسمه هارفست كي. وفعلا الصبح بدري دالتون راح المكان اللي كان على البحر، وشاف من بعيد طيارة الشرطة بتنقل صندوق كبير للمركب، وده معناه ان ديك رئيس الشرطة متورط. وبعد ما الطيارة بعدت دالتون هجم على الضابط اللي هينقل الصندوق واخد مسدسه، ولما فتح الشنطة اكتشف ان جواها ملايين الدولارات. بعدها ضرب الضابط واغمى عليه. بعدها بشوية دالتون كان في المركب بتاعه وبيصنع قنبلة يدوية. بعدها ديك رئيس الشرطة جاله، وطبعا كان عارف اللي حصل، لكن المفاجأة انه جاي يعرفه ان براندت خطف إلي بعد ما حمله المسؤولية عن خطف الفلوس، وطلب من دالتون انه يساعده في انقاذ إلي عن طريق انه يرجع الفلوس. ودالتون وافق وحدد معاه المكان. بعدها دالتون راح اخد المركب بتاع إلي وكان موجود فيه المفتاح، وحط فيه القنبلة اللي عملها. وفي الوقت ده نوكس المجنون كان في الطريق لبيت براندت، ولكن لما دخل ما لقاش حد هناك. بعدها دالتون خلاص وصل لمكان براندت وهو في قارب كبير وسط البحر. ولما راح للمركب ديك والد إلي كان موجود معاه. ولما براندت سأل دالتون عن الفلوس قال له مش معايا. فبراندت قال لديك مش هتشوف بنتك الا لما اخد فلوسي. وهنا ديك اتجنن وكان هيحصل اشتباك. وفجأة لقوا نوكس المجنون جاي ناحيتهم بسرعة باللانش، فدالتون داس على الريموت والمركب بتاعه انفجر وحصلت فوضى في المكان. ودالتون بعدها بدأ يدور على إلي، فنزل تحت وفعلا كانت موجودة وقدر يطلعها بره المركب بسرعة. ولكن واحد من رجال براندت هجم عليه فقال لها روحي للمركب التاني. وهنا نوكس لف اللانش وبدأ يهاجم دالتون. ولما إلي راحت للمركب كان براندت موجود فيه، فضربها واخدها معاه رهينة. وهنا نوكس هاجم دالتون مرة تانية، لكن المرة دي دالتون قدر يلف ويمسك في اللانش. بعدها طلع عليه وقدر يوقع نوكس في البحر، لكن كان لسه ماسك في الحبل بتاع اللانش. ولما بدأ يقرب من إلي هنا براندت لف بالمركب وفضل يسرع لغاية ما المركبين قربوا يخبطوا في بعض. بعدها دالتون نط بسرعة واتشعلق في مركب براندت اللي كان ماشي بسرعة مجنونة ناحية الشاطئ. وقبل ما يخبط في الشط إلي ودالتون نطوا بسرعة في المية، والمركب رشق في الشط وبراندت طار في الهواء. في الوقت ده نوكس قدر يوصل للكوبري اللي على البحر. بعدها طلع ووقف عربية على الطريق. وبعدها بنشوف دالتون بدأ يدور على براندت على الشط، وفجأة براندت هجم عليه برمح الصيد، لكن دالتون تفاداها ومسكه علمه الأدب. بعدها ضربه برجله ضربة قاضية. وبعدها فجأة حد اقتحم المكان بالعربية بسرعة شديدة، وطبعا الشخص ده هيبقى نوكس المجنون. بعدها دالتون قام وهجم عليه، لكن نوكس رد عليه بقوة شديدة. وهنا قامت معركة شرسة بين الاتنين كأنها نهائي بطولة العالم في MMA، ولكن القتال المرة دي من غير أي قواعد، والفايز فيها هو بس اللي هيعيش. وكل واحد بيوجه للتاني الضربات بقوة، لكن نوكس كان عنيف جدا لدرجة إن دالتون كان بينزف، لكن جمع كل قواه وبدأ يخنق في نوكس بكل قوته. لكنه بعدها قدر يفلت وأخد خشبة من على الأرض وغرزها في جنب دالتون مكان الجرح القديم. وهنا دالتون كان في موقف صعب، وفجأة براندت قام تاني وقال له اقتلوه واقضى عليه، لكن نوكس المجنون المرة دي زهق منه فقتله. بعدها أخد قطعة خشب كبيرة ولسه هيغرزها في قلب دالتون. هنا دالتون مسك ايديه وشال الخشبة اللي في جنبه وغرزها في رجليه، والخشبة التانية غرزها في كتفه. وبعدها شالها وفضل يغرزهم فيه لغاية ما خلص عليه أخيرا. بعدها جات له إليه، وكمان ظهر ديك رئيس الشرطة وعرف دالتون إنه لازم يسيب المدينة حالا وهو هيغطي على اللي حصل كأنه ما كانش هنا. وفعلا بعدها بشوية دالتون وصل محطة الأتوبيس، وفي الوقت ده والد شارلي كان بيصلح المكتبة. وقبل ما دالتون يمشي شارلي راحت له عشان تودعه، وقالت له خلاص هتمشي زي ما بيحصل مع البطل في الأفلام. فقال لها أنا مش بطل. فردت عليه وقالت له أنت مش بطل بس على الأقل مش شرير. وفي الوقت ده أبوها لاحظ صندوق غريب في المحل، فلما فتحه اتفاجئ بوجود ملايين الدولارات، ودي تبقى الفلوس اللي أخدها دالتون من براندت. ولسه بيخرج عشان ينادى على دالتون كان خلاص الأتوبيس اتحرك ودالتون في طريقه للخروج من المدينة. وهنا بينتهي فيلمنا. ما تنساش لو عجبك الفيديو فضلا اعمل لايك واشترك في القناة. سلام.